قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرهم. هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني. كان الناس يفتخرون بصنعاء، لما تسلط عليها الرافضة صار الناس يحتقرون صنعاء وما إلى صنعاء، فلا صبح الله الرافضة بخير ولا مساهم. أما نحن حبيبتنا صنعاء، وندعو الله أن يحررها ويرد لها العز الذي كانت فيه من الأمن والأمان والسنة وحسن العقيدة والإسلام. حاضرة بلاد اليمن وهي من أقدم المدن العالمية، وإن جاء الآن من يشكك ويأتي بكذا وكذا، لم نقدم. تسمى بمدينة سام نسبة إلى سام بن نوح. ويذكرون من شأنها أن الناس كانوا يستطيبون بهوائها، وكانت الأنهار الصغيرة الغيول تحيط بها، وكانت فيها قيعان فيها الزراعات وفيها كثير من الثمار. وسبحان الله فيها ثمار ليست في غيرها، ربما أكثر من غيرها: السفرجل، البرقوق، الفركس، الرمان، البرتقال، التفاح، اللوز، الجوز، وحدث ولا حرج. حتى ما فيها من البقوليات سالمة مما يأتي غيرها، بقولياتها نظيفة، سواء البصل، الثوم، الكراث، الجرجير إلى غير ذلك. فهي مدينة محبوبة إلى اليمنيين، إنما شوهت بالرافضة، ومن الآن أصبح متعقد منها لهذه العقدة، وإلا ما مثل دماج وادي ولا مثل صنعاء مدينة. كان الناس يتبارون إلى سكنها، كانت فيها القصور العوامر قبل أن يعرف الناس القصور هي موجودة في صنعاء، والحمامات البخارية والميادين. المهم نحن حبنا لصنعاء أن تحرر من الرافضة ويعود لها رونقها وبهاؤها وصفاؤها، ويرحل إليها طلاب العلم إن تيسر فيها عالم من علماء السنة، يرحل إليها طلاب العلم كما رحلوا إلى عبد الرزاق، وعندك هشام بن يوسف الصنعاني، وكم 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 وكم. لكن الله المستعان. والله أن اليمن ما جعل الناس يتذمرون منه ويتنكرون له إلا الرافضة. شوهوا اليمن، شوهوا عقيدته، شوهوا دينه، شوهوا أخلاقه، شوهوا قيمه، شوهوا مبادئه، شوهوه لا صبحهم الله خير ولا مساهم. حتى يا أخوة يكفيك فيها النوم القليل، يكفي فيها النوم القليل، وبردها ليس كبرد غيرها، وحرها ليس كحر غيرها. وفيها المصايف وأماكن التنزه، يذهب أحدهم إلى وادي ظهر، يذهب ربما إلى ها هنا وها هنا عصر ونحو ذلك، وتحيط بها الجبال. ونسأل الله أن لا يحال بيننا وبينها حتى نموت. يعني غصة من تسلط الرافضة، لا هي بلاد من بلاد الله، لكن غصة من تسلط الرافضة. ورأيت بيتا شعريا لبعض الشعراء، ما أدري هل حصل عليه مرض وكان بعيدا عنها، يذكر يعني يخشى أن يموت قبل أن يعود إليها ويراها. صنعاء يا أخوة كانت حاضرة العلم. في زمن الشوكاني تأتيها الأسئلة من بلاد نجد من أئمة الدعوة، تأتي الأسئلة إلى الإمام الشوكاني ويجيب عنها، تأتي الأسئلة من جيزان من بلاد ضمد فيجيب عنها، يرسل الناس من أقاصي البلاد من أذربيجان ومن حولها من ينسخ لهم كتب علماء اليمن، كتب علماء اليمن الذين الآن صار بعضهم يحتقرهم. صديق حسن خان رحمه الله عالم الهند يحيل إلى 5 علماء للاستفادة من كتبهم، 3 من اليمن لمن أراد أن يتحرر من التقليد ويسلك سبيل الاتباع. ذكر ابن تيمية وابن القيم وابن الوزير وابن الأمير والشوكاني. انظر، هذا شهادة عالم فقف على علومهم ورأى الخير العظيم. فأنا ناصح أن الإنسان لا يحتقر البلد لكون البلد أصبح فقيرا، أو كون البلد أصبح متسلطا عليه من لا يحسن أو كذا. يحسن الحكم وأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
فيها قصر غمدان الذي كان يتغنى به ويوصف بالأوصاف العجيبة. الله المستعان.